السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. أنا معايا راجل من أهل السودان، حبايبنا وناسنا ولاد النيل الأصلة. جاني بيتصل بيا بقاله شهر، لما ربنا أذن جالي النهارده. فهو هيقول لكم كان عنده إيه، وبمجرد ما دخل وخرج إيه اللي حصل. هو معاك اهو. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله الذي أخرج عنا الأذى وعافانا. نحمد الله ونشكره. جينا في زيارة للشيخ أبو عبد الله حسب ما سامعين عنه، وليس من رأى كمن سمع يا أخوان. حقيقة أنا جيت هنا تعبان جدا من الغولون، ومشيت لدكاترة كثيرين والعلاج الثلاثي وما عارف إيه. لما جيت الصباح هنا بطني دي تعبانة تعب شديد خلاص، وانا في التاكسي بقول له بتاع التاكسي ذاته داير التاكسي ده يطير عشان اصل. والله بحمد الله تعالى وبشر لاهلنا في السودان كلهم من جنب، بقول له والله يا ابو عبد الله جزاك الله خير عن المسلمين والاسلام خير الجزاء. والله عمليه بسيطه، ابسط من بسيطه بحمد الله. يعني انا ما بقدر اقول اي حاجه، لكن هي عمليه ابسط مما تتخيلوا. ما عمليه، لكن يعني حاجه سبحان الله. يعني ربنا جائل في يده. والله يا اخوان انا دخلت زول ومرقت زول تاني، دخلت زول ومرقت زول تاني بحمد الله طبعا، والمنه والشكر لله عز وجل. ثم من بعد لاخونا ابو عبد الله، ونقول له ياك اسد القبيله، وفي الحقيقه ضراعه، وفي الراي والفهم توزن براك جماعه، وفي بحر العلوم توزن براك جماعه قدامي وهميم. دايما تضاري وساعة يا ملك البلد ليك السمع والطاعة. وابو عبد الله خوي عون اللي يجيه ضعيف، وده اللي ينحر مراحه قبل يسالم الضيف. كلمته في البلد بعد الكلام بيقيف، وقت الكوع يحر زي الصراط والسيف. وانت ما الموجة النحت في السارة دربه وصدى، ويكشح خيره زي برق الخليفة تقدى كلنا بقفاك. وقت الدروب تنسد منصور الهميم كضب يقول يتهدى. ربنا يديك الصحة والعافية ويجزيك عن المسلمين والإسلام خير. وأي زول انت حليت كربه ربنا بصاده بحل كربك. وبشر لأهالي في السودان وفي شمال السودان، أنا جبت الوصفة وجايكم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. عملنا ايه غير الميه والقهوه؟ ما في أي حاجة غيره. ايوه، ما في أي حاجة. عملنا القهوه أيوة. ساده مطحونه معلهاش اي اضافات، ناعمه. وادي الجيركن اهو عملناه حقنه شرجيه، لان طبعا ما فيش حقنه شرجيه في السوق. ادي الحقنه اللي كانت موجوده اهي اختراع جديد واتمنعت، ما مش موجوده، لان انا لما اتكلمت عديت 190 مليون مشاهده، ما بقتش موجوده. فدي بتتقطع، كنت جاي اخش الحمام اخد معايا 3 4 عشان انضف تنظيف. اما الجيركن ده اهو 5 لتر اهو، حاجه نظيفه تقعد عندك الى ما شاء الله. اهو حاجه سهله اهي، والحمد لله ربنا اكرمني ووفقني في هذا الامر. الحمد لله. اخوانا الوصفه دي بتعالج اكتر من 25 30 مرض. بتجيب طبعا القهوه على الميه السخنه وتقلبها، المقادير ماشي، كل لتر عليه معلقه قهوه، تمام. بتعالج اكتر من 25 مرض: القولون الهضمي والعصب، تقرح، امساك، اسهال، ضغط عالي، ضغط منخفض، ارتجاع مريء، جرثومه معده، نحافه، كرش، حاسه شم، ريحه فم، تصحيح نظر. بتعالج امراض كتير قوي 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 قوي. فالحمد لله ربنا اكرمني وجعلني سبب في شفاء عم كرم، الحمد لله. الراجل الطيب ده. الحمد لله. بتعالج كمان الارق والتوتر والعصبيه الزياده والخلعه والخوف والوسواس القهري وسحر المأكول وسحر المشروب. بتعالج حاجات كتير قوي يا اخوانا، جرب. موضوع سهل خالص. يعني مثلا انا بقول لك هتملى جيركن زي ده مثلا، ماشي، بايدك بنحط نزل شويه صغيرين تقعد تفرق، شويه صغيرين تقعد تفرق، شويه صغيرين تقعد تفرق، تلاقي نفسك الدنيا هدت معاك. تبقى واقف تدهن المكان بزيت زيتون بفوزلين بشامبو بكريم، وبتعمل وضع الركوع، والموضوع كله بينتهي في غضون دقيقه. الحمد لله. الميه بتنزل اقل من سن البروز بينزل. الموضوع كله خد معاك اكتر من ربع ساعه. والله ابدا ما
موضوع بسيط جدا، وانا استخرت سبحان الله. انا لي شاهد بيستخير الا الليله ربنا اذن لي انه اجي وازور في ده شبرا شرف الخيمة. لنا والله يا عم كرم، الراجل الطيب المحترم. الله يديك العافيه. عم كرم يا اخوانا ربنا انعم عليه واخد منه حبيبتاه، عشان في وجوه ناس ربنا اكرمه ان هو ما يشوفهاش. الحمد لله. فالحمد لله الحمد لله رب العالمين. ربنا اكرمه. كان ومع اشوف ذلك- وشك على يا اخي. الله يكرمه. الله يديك ومع العافية. ذلك دخل جوه. والله حبيناك والله يا ابو عبد يا الله. عم كرم سؤال، ودعوات الناس ليك الحمد لله. مش حاجه سهله. سؤال يا عم كرم. نعم. انت راجل ضرير البصر، هل انا دخلت معاك عملت لك حاجه؟ لا والله. والله انا اي حد يا اخوانا بيوصف لك، بوصف له بيوريك انك حتعمل ايه، بوصف له هو يخش يعني. ويخليها على راحتك تاني الا تجي طالع انت. لا نساء بتعمل للنساء ولا رجال بتعمل للرجال. ايوه بنقول 1 2 3 والموضوع بينتهي. أيوة. مكان مختصر ومكان جميل وسهل في شبرا الخيمه، وناس محترمه والله. الحمد لله. ناس محترمه والله. فربنا اكرمنا يا اخوانا وشرفنا النهارده بخدمتكم وخدمه عم كرم، الحمد لله. وده شرف ليا. الله يديك. وان شاء الله بعد ما نخلص ايه الحاجه اللي استخدمها بياخدها معاه. ماشي. والحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك. جزاكم الله خيرا. شكرا. تليفوناتي موجوده عندكم على مع قناه تحيات اليوتيوب. اخويا الفاتح نصر. الله يكرمك. الله. هيسكرونا. تليفوناتي موجوده يا اخوانا على اليوتيوب وعلى التيك توك. ايوه. وخدوها تاني. من خارج مصر 002 011 469 6 8 70 8. ده الرقم ده عليه واتس واتصال. الرقم بقى التاني اللي اقوله لكم برضه 011 ده اتصال بس. 011 264 880 4 9. في اي وقت الناس بتتصل قبل ما يجي، يعني انا اديك الرقم قبل ما تتحرك من بيتك، مش تقول لي انا ركبت وجيت، لا قبل ما تتحرك من بيتك تقول لي ايوه يا ابو عبد الله انا جاي هطلع من البيت، اقول لك اطلع. ليه؟ لان ساعات انا بروح مشاوير يا اخوانا، في ناس حالات خاصه ما ينفعش اسيبها. عم كرم احنا لو كان قال لي برضو تعالى طالبين لي، من الشيخ لو كان أبو قال لي عبد الله. تعالى لي كنت رحت له مكانه. الله يكرمك يا رب. لكن هو والله راجل يلاقيكم في الشارع، يلاقي زول في الشارع ما بينتظروا لما يجي. يعني رجل متواضع، نحن دايرين منه زياره في السودان وينزل عندي ان شاء الله. على دماغي وعلى عيني. الله اكبر. ده انتوا ولاد النيل، ده انتوا اهلنا، الله اكبر. الله يجزيك. اهلنا وناسنا ولاد النيل الطيب. والله جميلين المصريين، ربنا يكرمهم يا رب. السلام عليكم. ربنا يكرمك يا رب. يا حبيبي. يا مرحبا استاذ، مرحبا استاذ. الحمد لله ربنا اكرمني وشرفني النهارده بزيارتكم جميعا، والحمد لله رب العالمين. عم كرم كان داخل زول الحمد لله. وخرج زول بالجبنه. والله خرجت زول ثاني. الحمد لله. الحمد والمنه لله. جزاكم الله خيرا. ها؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم ابو عبد الله منصور من مصر، من شبرا. السلام عليكم.